كل كورس تعليمي اونلاين قررت انك تعمله النهارده ممكن يبيع لك لسنين قدام. تفتكر لو قلت لك ان في فيديو 5 دقايق ممكن يجيب لك دخل كبير لمده 20 سنه قدام؟ تفتكر هتصدقني ولا تقول لي يا عم بلاش تهريج؟ بس الحقيقه ده مش تهريج، ده الواقع الجديد اللي بقى موجود في العالم كله والناس بقت بتكسب منه كل يوم. طب تعالى افهمك بقى الفرق الكبير بين الشغل اليدوي والشغل الرقمي او المنتجات الرقميه. الشغل اليدوي بتشتغله بتاخد فلوس، وبعد كده ترجع تشتغله تاني عشان تاخد فلوس تاني وهكذا. بس المنتجات الرقمية انت بتعملها مرة واحدة بس، وبعد كده هي بتفضل تبيع وبتجيب لك دخل باستمرار. مش مصدق؟ طيب بص كده في قائمة الكورسات اللي انت مسيفها عندك، هتلاقي كورسات معمولة من 3 و5 سنين وكل يوم لسه بتتباع عادي جدا ولسه بيجي عليها طلبات. يعني العلم اللي اتسجل لمرة واحدة اتحول بالتدريج لأصل رقمي بيجيب لصاحبه دخل مستمر. طيب تبدأ ازاي يكون عندك فكرة كورس اونلاين بسيط يتحول لمنتج رقمي يشتغل لمدة سنين قدام؟ اول حاجة اختار فكرة بسيطة او احتياج عند الناس بتدور عليه وانت تقدر تشرحها لهم وتفهمها لهم بطريقه بسيطه. تاني حاجه مش لازم تستنى تعمل جوده سينمائيه رهيبه وتحضيرات مش عارف عامله ازاي عشان تبدا. ابدا باللي موجود. تالت حاجه ارفع الفيديو في مكان، في منصه سواء كانت خاصه بيك او منصه عامه للكورسات، وابدا سوق له وبيعه عشان يحقق لك الربح اللي انت مستنيه. ما تنساش الناس تقدر تدفع فلوس لو لقوا عندك فاليو حقيقيه هيقدروا ياخدوها منك. قول لي بقى ايه فكره اول كورس اونلاين انت ممكن تحضره من النهارده وممكن يتباع ويجيب لك دخل؟ اكتب لي في الكومنتات وتعالى نتناقش فيه مع بعض. السلام عليكم.